النهارده ان شاء الله هنعمل السمك الفيليه في البيت بكل سهوله وبتتبيله رهيبه وبخلطه عمرها ما هتفك منك واحلى من الجاهز بكتير. تابعوا معايا الفيديو لاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدا ونقول بسم الله. حاجه كده معايا نص كيلو من السمك الفيليه. هقسم السمكه بالطول كده، وبعد كده بقى هعملها شرايح طويله. هقسم برضو كل نص نصين وهعملها شرايح زي ما انتم شايفين كده، شرايح طويله. بعد كده بقى ارصهم في طبق، وهجيب عليهم، هعصر عليهم ليمون. وبعد كده اجيب بقى معلقه من الثوم المفروم وهحطها كده برضو على الوش. وبعد كده هضيف بقى التوابل بتاعتي: معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الجنزبيل. كل التوابل دي هنضيفها على السمك وهنقلبه بقى كده في التوابل. وبعد كده بقى ممكن نركنه على جنب، نسيبه كده حوالي نص ساعه. هنحضر بقى كده الخليط الجاف. معايا 3 كوبايات من الدقيق، كوب من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكزبره، وكوب من البقسماط الكريسبي. هنقلب المقادير كده كويس جدا كلها. وبعد كده بقى هركنهم على جنب وهحضر الخليط السائل. في طبق كده عميق هضيف بيضة وعليها نص كوباية من المية، وكوب من الدقيق، وفص ثوم مفروم، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، ومعلقة صغيرة من البابريكا. هقلب الخليط السائل كده. وطبعا لو احتاجنا ميه تاني بنضيف، يعني احنا بنخلي الخليط السائل بيبقى قوامه زي ما انتم شايفين كده، لازم قوامه يكون سائل لحد ما، يعني لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. انا هنا احتجت شويه ميه، زودت شويه، كان تخين شويه، زودت حاجه بسيطه جدا ويبقى بالقوام اللي انتم شايفينه ده كده. بعد كده بقى هجيب السمك بتاعي وهنزل بيه في الخليط السائل، وهقلبه بقى في الخليط السائل كده شويه. بعد كده بقى هجيب طبق عميق كده يكون يعني غويط شويه، وهضيف بقى خليط الجاف كده. بعد كده اجيب السمك بتاعي اضيفه على الخليط الجاف، هضغط ضغطه كده جامده جدا على السمك عشان الخليط الجاف يمسك فيه السمك. وبعد كده بقى هقلبه تقليب عشوائي زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى همسك العلبه وهقفلها وهقلبه تقلبتين او 3 كده عشان يدينا التمويجه بتاعه الفراخ الكنتاكي، ويبقى مموج كده ويبقى جميل جدا. بعد كده بقى اجيب في زيت ساخن هضيف السمك بتاعي وهخلي درجة الحرارة تكون متوسطة. بعد كده اسيبه بقى كده يتقلي واطلعه لما يوصل للون الذهبي، وهيدينا درجة ذهبي وهيبقى ريحته وطعمه خطير. جربوه بجد والله يعجبكم جدا جدا. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ مفيش بقى ولا احلى ولا اسهل ولا اطعم من كده، وطعمه والله بجد احلى من المطاعم. جربوها يعجبكم جدا جدا. يا ريت فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ومتابعه صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. كنت معاكم سارة الحنبولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.